شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. زميل سجاد الخاقاني أعاد هذه الرسالة. تحية طيبة لكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم. ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة بالمجتمع، تحتاج إلى الرعاية الأبوية من قبل الجهات المعنية والحكومية. مهرجان أقيم لمناشدة الجهات المعنية لرعايتهم. أحبتي المشاهدين ابقوا معي في هذه الرسالة لنكون أقرب إلى المعاناة التي يرمون المناشدة إليها. السلام عليكم حبيبي. سلام. شنو اسمك؟ محمد. محمد. شلونك حمودي؟ جدا. الله يسلمك، الله يحفظك. يعني هو وحده رسالة، هو وحده صورة كاملة، هو وحده مناشدة كاملة مثل ما تشاهدون، ولكن السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ اليوم هذا المهرجان أقيم يعني لمناشدة لكم، يعني أكثر شيء تحتاجوه أنتم شنو؟ أولا نشكر حضوركم قناة الفرات حتى تغطون هذا المهرجان. ثانيا احتياجاتنا هي جدا بسيطة، احتياجاتنا انه الدولة تدعمنا نفسيا قبل ما تدعمنا ماديا، وتشجعنا حتى اكثر حتى يشوفون الابداعات اللي بداخل كل شخص من عندنا. للأسف هذه شريحتنا هي مو مهملة، ولكن للأسف ما بيها إعلام قوي ومو ذاك الاهتمام اللي يليق بينا. صفاو ويانا بهاي الرسالة. شلونك صفاو حبيبي؟ زين. صفاو سولف لي بالمدرسة شنو كان قصة بالمدرسة؟ أنا بالمدرسة كنت صغير، زين. فمن طردني المدرس ما ضجت ولا فرحت، فمن كبر صرت مراهق شوف الذولة يطبون للمدرسة وأنا ما أطب للمدرسة فضجت. زين، جماعتك اللي كانوا وياك بالمدرسة تذكرهم وين صاروا؟ والله كلهم صاروا بالإعدادية. الله. بالسادس، كلهم بالسادس. أنا عمري 18 سنة، صار لي 18 سنة قاعد بالعربانة، 18 سنة وأشوف يعني الوادم تمشي، ومو بس تمشي يعني يصعدون بالسيارة وأنا ما أصعد. حتى لو أنا غاضب حكم الله، لأن أكو واحد تنقطم رجله يضوج على رجله، أنا متعود، لا الله من أخذ رجلي لا ضجت ولا فرحت، بس شفت الوادم يعني تقول لي شنو أنت مقرم؟ شنو أنت؟ بس حلوة العافية، كل شيء يروح، خلي الكرامة تروح بس العافية إذا راحت تنزل. فأنا عندي شعر كلش حلو، يقول أنا من حضن أمي قبل الكرسي جيت، ما سمعت الفدوى الله ويمشي قام. اي والله وصفه. الشعر طويل بس ما حافظه يعني. يقولوا لي ليش انت ما تمشي؟ ليش ما تمشي؟ يضوجوني يقولوا لي ما تمشي انت مقرم، لو اهلك يحبوك سووا لك رشدين. بس انا فرحان لان عندي عقل. اي ما عندي عقل. حلو هاي، فرحان لأن عندي عقل. اي شلون؟ عندي عقل، يعني واحد مني يتجاوز علي اقدر اتجاهله. ايه. شنو هواياتك؟ هوايتي التصوير، يعني الفن بصورة عامة. ايه. واتمنى التقي يكون يسمعها غسان اسماعيل ممثل ولاية بطيخ. ايه. غسان اسماعيل بروح امك هسه توفت، اتمنى التقي بيك حتى لو انا اجيك لبغداد. ايه. ونشكر يعني هاي رسالة للفنان القدير غسان اسماعيل، هاي رسالة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدينة النجف الأشرف. واني فرحت لان طلعت بالتلفزيون، صار لي قد اتمنى، بس يعني من يسالوني المقدمين يردوني يسالون اسئله صعبه، هسه مو مثل اسئلتك يعني طببتني بالجو، ما خليتني اخاف من الكاميرا. يعني يسالني اسئله يقول لي يعني تخاف من تعرف اسم الرسول، تعرف اسم شو اسمه، اسئله دينيه ما اعرف اجاوب. صفاوي شنو اللي تحتاجه؟ احتاج عربانه دفع. هاي هي. انا عندي عربانه هي هاي، بس اريد واحده احتياط. فرحان اليوم من نشوف مهرجانات لكم؟ والله انا فرحان من اشوف قناه فضائيه
تدري من اشوف واحد كان مش ضاعه اطق وياه صوره حتى تظل ذكرى. رواتب المتقاعدين دائما توصل